بحسب طلبكم جينا نصور نهر العوجة. اليوم هو موجود بنص مدينة تل أبيب واسمه نهر اليركان. نهر العوجة بنبع من منطقة رأس العين بصب البحر الأبيض المتوسط مرورا بيافا طبعا على طول 27 كيلومتر، وسموه نهر اليركان أو نهر الطواحين لكثرة الطواحين اللي كانت حواليه زمان، وكان اسمه نهر الجريشة واللي كانت تعتبر منتزه لأهل يافا. يعني كل هاي الطبيعة والخضار اللي شايفينه اليوم وسط كل المباني وضجة المدينة مش عن جد كله مصطنع وجديد، وإذا مفكرين إنه التسميات خلصت بتكونوا غلطانين. نهر الهدار، نهر أبو فرطاس، نهر الرملة وغيرها كانوا يعتبروه أحد أهم مصادر المياه العذبة، كانوا يشربوا منه ويسقوا الحمضيات الموجودة بيافا وضواحيها. يعني اليوم عم يسقوا هاي المباني اللي حوالينا أنا مش فاهمة. المهم المي بطلت صالحة ولا للشرب ولا للري، بتصب بهاي البحيرة والمنطقة صارت منتزه للتجمع. اعملوا فولو عشان تيجوا معنا المشوار الجاي، مش ما تيجوش معنا. شوفوا الخبازة تبعت بلادنا، ولا لو إما حماتي هون كان كطفوهن الخبزات تمحلاهن.